قبل ما نتكلم في اي حاجه تعالى اوريك ارباحي ليوم 21/8/2025. فسمي الله وقول ما شاء الله. دي ارباح تعتبر ارباح قليله جدا بالنسبه لحيتان كبيره جدا جدا. القناه اللي زي ما انتم شايفين 1566 مشترك، لم تتخطى ال 2000 مشترك. وطبعا زي ما انتم شايفين جايبه $78. الار بي ام بتاعنا الحمد لله تقريبا 8.5 دولار. لو دخلنا كده وعملنا ريفرش عشان الناس اللي بتشكك في كلامي وبتقول ان الارباح دي مش حقيقيه. طب طبعا زي ما انتم شايفين $78 ربح في يوم واحد من قناة صغيرة من قنواتنا. طبعا حابب كمان ان اشكركم بشكل كبير جدا جدا على كل الدعم اللي انتوا قدمتوه لي، وبشكر اكتر من 1200 شخص، اكتر من 1200 اخت واخ موجودين عندي هنا على القناة. ففعلا انتوا تستاهلوا كل خير، وتستاهلوا المحتوى اللي جاي اللي انا هقدمه لكم. وفعلا المحتوى اقسم لكم بالله هيفيدكم جدا جدا. انا كل اللي بسعى له او كل اللي انا بدور عليه اني افتح باب رزق لغيري. فتعالى كده دلوقتي قبل ما ندخل ونتكلم على ان الشات سهلة جدا تعمل منها فلوس بكل سهولة، هنجاوب على كام سؤال مهم جدا تسمعهم لو انت ناوي تبدأ. الأسئلة دي هي جاية منكم، الأسئلة دي انتوا اللي كتبتوها لي في التعليقات، فعشان كده ان شاء الله هرد عليكم. هنا واحد بيقول لي القناة كانت بتجيب في اليوم من 30 ل 40 ألف مشاهدة في اليوم، بقت من 300 ل 400. أقول لك راجع المحتوى بتاعك وراجع المتوسط المشاهدة وشوف ايه كنت بتعمله وما بقيتش تعمله، ده السبب الوحيد. او ممكن تكون عملت حاجة غلط في القناة فأدت ان يحصل لك حاجة زي شادو بان او ان اليوتيوب ما يقترحش فيديوهاتك. السؤال بقى التاني اللي معانا وهو عن حقوق الملكية. انا جاي ارد بقى بفيديو من او مش فيديو، جاي ارد بمقالة من جوجل نفسها. هنا جوجل بتقولك ان بموجب قانون حقوق الطبع والنشر في الولايات المتحدة يسمح بمبدأ الاستخدام العادل لأي شخص باستخدام المحتوى المحمي بموجب حقوق الطبع والنشر بدون الحاجة إلى إذن من مالكها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا أقدر أدخل دلوقتي بكل سهولة واخد اي فيديو من اي شخص، ولكن بمدة ما تزيدش من 5 ثواني ل10 ثواني، بالكتير 12 ثانية، ما تزيدش عن كده، عشان ابقى انا منطبق عليا الاستخدام العادل. يعني انا لو دخلت على اي فيديو على اليوتيوب بيتكلم على اي شيء اخبار او اي شيء اخباري، واخدت لقطة او مشهد من 5 ل10 ثواني او 12 ثانية وحطيته عندي في الفيديو، فانا كده هنا تحت الاستخدام العادل، فمش هيبقى فيه اي مشكلة لقناتي. عشان كده لما بقول لك خش على اي محتوى بيتكلم على مثلا المشاهير او الكلام ده كله، تقدر تاخد منهم اي لقطات عادي جدا بدون اي مشاكل. النهارده هنشرح تجربة عملية على محتويين. المحتويين اللي هنتكلم عليهم، واحد بيجيب لك $25 لكل 1000، وواحد بيجيب $3 لكل 1000، ولكن الفرق في الاتنين ان هنا بتاخد وقت. $25 في ال1000 بتاخد وقت شوية منك، وال3 دولار او ال4 دولار على كل 1000 دي بتبقى سريعة جدا جدا وبتجيب ملايين الملايين من المشاهدات. وطبعا هنا بيقول لك ايه؟ بدون الحاجة إلى إذن من مالكها، وقد تشمل بعض الأمثلة الشائعة طبعا التفسيرات والملاحظات النقدية والأبحاث والتعليم، وكمان هنا بيقول لك التقارير الإخبارية. نركز في الكلام ده. وعايز أقول لك إن أي حاجة بعرضها هنا في القناة بتبقى حاجة أساسا أنا مجربها قبل كده. فيلا بينا نبدأ على طول معانا في أول محتوى. المحتوى الاولاني معانا ده مش هيحتاج اي شرح عملي لانه بسيط جدا جدا. القناه اللي موجوده قدامكم دي بدات في شهر اغسطس، زي ما انتم شايفين، قصدي لا اسف جدا، بدات في شهر مارس، 6 مارس 2025. يعني القناه دي لو جينا بصينا على اول فيديو من 5 شهور، اجمالي المشاهدات اللي القناه دي جايباها لحد الان زي ما انتم شايفين 7 مليون و800. يعني لو المليون ب3 دولار، تتكلم 3000 دولار في 7.8 مليون. يعني بتتكلم ان القناة دي على الاقل خالص هتجيب لها 23 الف دولار في خلال الخمس او ال6 شهور اللي بدأت شغلها فيهم. طيب تعالى كده نبص على المحتوى اللي موجود في القناة دي. نبص على الفيديو ده اللي هو اشهر فيديو موجود في القناة. هنلاقي كده طبعا زي ما انتم شايفين موسيقى تصويرية بسيطة جدا، وبيجيب لك صور للمشاهير المعروفين جدا في امريكا، الممثلين وهم سنهم صغير، وبيجيب لك صورة وهم كبار شكلهم كان عامل ازاي. ده بس فكرة الفيديو.
ومش بس القناة دي، انت عندك هتلاقي بدل القناة في 1000 قناة تانية بتعمل نفس الفكرة وبتحقق نفس المشاهدات وبتحقق نفس الارقام. عندك قناة تانية اهي برضو لسه بتبتدي. القناة دي باين ان هي ما كملتش شغل، يعني لو جينا بصينا كده عليها هتلاقي ان القناة دي بادئة من فترة مش كبيرة وما زالت بتجيب مشاهدات. طبعا زي ما انتم شايفين محقق 9600 مشاهدة، ولكن القناة دي يعني مش بتبدع او مش بتعمل المحتوى بشكل كويس. طبعا تقدر زي ما قلت، تقدر بأي برنامج مونتاج تجمع الصور كده جنب بعضيها وتنشر الفيديو، وتقدر تنسخ نفس العنوان ده عادي جدا. طيب، لو انت دلوقتي خلاص هتبدأ في المحتوى ده، ازاي تظبط القناة بتاعتك؟ تعالى كده ناخدها من الصفر. هنا بتختار اسم القناة، بتختار اليوزر نيم بتاعها، بتدوس كلمة كرييت. اول حاجة لازم تعملها طبعا لو جينا دخلنا هنا على كلمة يوتيوب ستوديو، هتلاقي هنا قدامك بيفتح لك الديتيلز بتاعتك. كل اللي احنا هنعمله هنخش في كلمة سيتنج. لازم ولا بد اول حاجة نعملها لازم نفعل البيانات اللي موجودة قدامنا دي. نفعل طبعا هنا رقم التليفون، نحط رقم التليفون ونعمله فيريفاي او تفعيل. وهنا طبعا الادفانسد او الحاجات الاحترافية الاكتر برضو لازم نعملها، وهي بتبقى عن طريق فيديو تصور نفسك او عن طريق تصور البطاقة، او دي تسيب القناة لمدة شهرين وهي تتعمل لوحديها. ولكن ما انصحكش طبعا تعمل دي، يعني حاول تعمل حاجة من الاتنين اللي فوق. ونيجي بعد كده بقى للكلام المهم، ازاي اقدر اظبط الديسكريبشن بتاعي وازاي اقدر اظبط الكلمات المفتاحية. اولا الكلمات المفتاحية حاليا ملهاش اي 60 لازمة. كل اللي انا اعمله ان انا هاخد كده العنوان ده كوبي، واروح على شات جي بي تي هقول له اعمل لي يعني وصف مناسب لفيديو يوتيوب. انا جايب معاكم كل حاجة بالتفصيل. آم، تمام. اعملي وصف مناسب لفيديو يوتيوب عن الموضوع ده باللغة الإنجليزية. الموضوع بسيط جدا ويكون متوافق مع ال SEO. هنا انا طلبت من شات جي بي تي ان هو يعمل لي وصف ويكون مطابق او مناسب ومتوافق مع نظام الاس اي او اللي موجود اصلا في اليوتيوب، ان هو بيضيف لي كلمات مفتاحيه جوه الديسكريبشن. اذا كان ممثلين هوليوود ليجندز الاساطير بتوع هوليوود، كمان كاتب لي هنا الاكتور او الممثلين الفيلم اندستري، كاتب لي كل الكلمات المفتاحيه. طبعا زي ما انتم شايفين بيقول لي هنا الكي وورد هيلب اس اي او، يعني تقدر تضيف الكلمات المفتاحيه دي في الديسكريبشن عشان تساعدك. ده اللي انا بعمله، يعني والله العظيم اللي انا بوريه لكم دلوقتي ده اللي انا بطبقه على كل قنواتي. وببتدي خلاص اخد كل مره العنوان اللي انا هعمل زيه، وادخل على شات جي بي تي اطلب منه يعمل لي عنوان مشابه ويعمل لي وصف مشابه. وكده خلاص انا عملت الوصف وعملت ديسكريبشن. هنا عندك حاجه اسمها كيورد، دي بس اللي مهمه، دي اللي انت ممكن تروح جاي كده واخد الكلمات المفتاحيه اللي شات جي بي تي اديها لك وتروح جاي حاططها هنا في الكيورد على طول، وبس كده وتدوس سيف وكده يبقى خلصت. ولكن الكيورد اللي بيبقى جوه الفيديو نفسه ده ملهوش اي اهميه دلوقتي، الاهتمام الاكبر بيبقى على الوصف. كده نفس الفكره دي هتطبقها او نفس الموضوع ده هتطبقه على اي نيتش هتعمله اذا كان دوت او غيره. كده ده النيتش الاسهل اللي هو بيدفع عليه 3 الى 4 دولار، لانه فعلا بسيط جدا جدا ومده الفيديو بتكون صغيره. تعالى بقى نروح للنيتش الاصعب والنيتش الاحلى والاقوى والاجمد واللي فلوسه كتيره جدا جدا جدا. النيتش ده طريقة شغله بطريقة مختلفة. تعالى كده نبص على الفيديو مع بعضينا ونشوف فكرة الفيديو عاملة ازاي. طبعا هو هنا جايب لك ان هنا قصص للنوم، قصص مرعبة للنوم باللغة الانجليزية. وهو طبعا لقى ان الشيء المزعج للناس اللي كانت بتحب القصص ان الاعلانات اللي موجودة في الفيديو، ولكن هو قال لك ان هنا لا مفيش اعلانات. ولكن لو جينا فتحنا الفيديو هيقول لك هنا، لو جينا فتحنا الفيديو هتلاقيه موضح للناس وبيقول لهم ان في شوية اعلانات في اول 15 دقيقة. وطبعا بيقول لك هنا ان هو اول 15 دقيقة بس، وطبعا بيعتذر للناس يعني ان بدون الاعلانات دي مش هينفع ان هو يكمل. يعني بدون الاعلانات دي لو جينا بصينا كده بيقول لك انا مش هينفع اطلب منكم دونيشنز او دعم يعني. ولكن شوية الاعلانات اللي بتظهر دي هي اللي بتخلي القناة تكيب جوينج او ان هي تكمل في اليوتيوب. هتنزل نفس الكلمتين دول ولكن بصياغة مختلفة، برضو اطلبها من شات جي بي تي. تعالى بقى نبص كده على السكريبت. هنبص Genuinely enjoy what I do here. Please don't leave me here. One of the Gabriels, EMF detector. عندك هنا شاشة سوداء بلاك سكرين، مفيش أي شيء بيحصل فيها، مفيش أي حاجة بتيجي عليها.
وطبعا زي ما انتم شايفين القصة بتبقى 3 4 ساعات. طبعا الناس بتنام والفيديو بيفضل شغال، فبالتالي صاحب القناة بيحقق كم ارباح كبير جدا جدا جدا. عشان كده الار بي ام بيكون $20 و$25 لكل 1000. تعالى كده نبص. القناة دي تعتبر قناة صغيرة أصلا، يعني 15000 مشترك. القناة دي بادئة، يعني أول فيديو نزلته زي ما انتم شايفين كده بقالها 9 شهور. تعالى أوريك الأرباح بتاعت القناة دي. القناة دي لحد الآن بتجيب كل يوم 12000. وهقول لك القناة بتحقق في الألف يا عم مش $20 ولا 25، مع إني مجرب النيتش ده. تعالى أقول لك إن هي هتجيب يا عم $18 في 12000. $18 في 12000 مشاهدة، يعني بتجيب لها في اليوم $216، في الشهر 6400، يعني بالمصري 324000 جنيه. هل صعب؟ تعالى اوريك بقى تعمل ازاي يا باشا المحتوى ده. هنخش هنا على القناة اللي احنا عايزين نعمل زيها. هناخد اللينك وهنروح هنا على موقع ترانسكريبت، احط اللينك بتاع الفيديو اللي انا عايز اجيب الكلام اللي بيتقال فيه. طبعا الكلام كتير جدا جدا، هاخد كده الكلام ده كده كله كوبي. انا مش عايز اطول الفيديو يعني اكتر من كده. الموضوع سهل جدا وبسيط، والناس اللي كانت بتقول لي ان الموقع ده مش مجاني، لا يا باشا الموقع ده مجاني 100%. هاخد كده الكلام ده كله كوبي، ولكن قبل ما اخد الكلام ده كوبي هجيب شات جي بي تي، اذا كان بقى المدفوع او اذا كان المجاني. وهضيف في شات جي بي تي، هاخد كده الكلام او البرومبت اللي انا كنت سايبه لكم، البرومبت السحري المستخدم قبل كده، هاخده. ولكن قبل ما اخده هعدل هنا على الطول بتاع السكريبت اللي انا عايزه من شات جي بي تي، وهضرب الرقم ده اللي هو من 20 ل 30. اقول بدل 30 هضرب الرقم ده في 3، يعني خليه من 20 ل 90 الف عشان مدة الفيديو تبقى طويلة. وهاخد كده الكلام ده كله كوبي، وهروح على شات جي بي تي. خلينا كده نعمل نيو شات، واضيف كده السكريبت بتاعي او البرومبت بتاعي. شات جي بي تي هنا خلاص بيتعلم وبيفهم انا طالب منه ايه بالظبط. بعدها كده خلاص هبعت له دلوقتي الكلام اللي مكتوب او الترانسكريبت اللي مكتوب. طبعا زي ما انتم شايفين هاخد كده الترانسكريبت كوبي. خلينا كده نشوف مع بعض. طبعا مش هاخده كله لان هياخد وقت مني كبير. وهضيف هنا الترانسكريبت كده، وشات جي بي تي هيفهم انا عايز ايه. وهبتدي اخد منه المواضيع او الهوك والتفاصيل بتاعه القصة. هو دلوقتي بيعمل لي قصة جديدة. باخد القصة وبروح على اي موقع صوت بتستخدمه، وليكن مثلا موقع 11 لابس او اي موقع تاني مجاني. في مواقع صوت كتيرة جدا، لازم تبحث ولازم تجتهد. انا مش هديك كل حاجة، هديك الحاجات اللي هتوقفك على رجلك، هديك الحاجات اللي انت هتحتاجها، ولكن مش هضيع وقت في الحاجات البديهية اللي انت ممكن تدخل تعمل سيرش عليها وتبحث عليها. موقع 11 لابس بيديك كريدت بشكل مجاني، ولكن لو انت عايز مواقع اكتر مجانية هتلاقي، دور وهتلاقي. طيب بعدها شات جي بي تي خلاص عمل لي السكريبت. هبتدي بقى اعمل ايه؟ هبتدي اقول له ستارت. يعني هنا هقسمها لي من 1 لحد 7. هقول له والله ستارت 1. هو دلوقتي هيبدأ خلاص في نمبر 1، ده السكريبت بتاعها اللي هو السيت اب. وهنا الاوبن بتاع القصة، مفتاح القصة بمعنى اصح. هاخده كده كوبي واروح على 11 لابس، اضيف الصوت ويطلع لي صوت بالاي اي. واجي في اي برنامج مونتاج كاب كات ولا اي شيء، هاجي اضيف المشاهد والصوت على بعضه، وهسيب الصورة بلاك سكرين زي ما هي موجودة. بلاك سكرين يعني شاشة سودة زي ما انتم شايفين. بس الموضوع بسيط جدا. تعال بقى اوريك ازاي تعمل صورة مصغرة. هنيجي كده هنا على موقع thumbnail داونلودر، وهنضيف كده اللينك ده هنا، وهاخد الصورة دي اعمل لها سيف وليكن هنا مثلا. وهاجي اطلب من شات جي بي تي خلاص عشان يعمل لي بقى الصورة. هقول له يا باشا اكتب لي مثلا ده. هقول له اكتب لي برومبت الصورة دي بشكل دقيق. البرومبت ده اللي هو بيكتب لي تفاصيل الصورة بشكل دقيق جدا. كل التفصيلة في الصورة هو بيكتبها لي بطريقة تناسب أي أداة ذكاء اصطناعي. هاخد كده الكلام ده كوبي، وهروح على الموقع العملاق، الأداة العملاقة القوية جدا، ايديوجرام. طبعا الأداة دي من خلالها هقدر أعمل صور بالذكاء الاصطناعي شبه الصور اللي أنا عايز أعملها بالظبط. خلينا كده نجرب ونشوف. هندوس كونتينيو.
طريقة التسجيل سهلة وبسيطة جدا. الفيديو للأسف بيطول معانا، ولكن الفيديو فعلا شامل كل شيء، والفيديو مفيد جدا جدا. وفرت لك 2 من أفضل النيتشات اللي موجودة. نيتش سهل مش هياخد منك نص ساعة على ما تعمل فيديو، والنيتش التاني ممكن ياخد منك ساعة ساعتين شغل، ولكن فعلا فعلا يستاهل. هندوس هنا على كلمة كرييشن، ويعني طيب خلينا هنا ندوس كده على كلمة كرييشن من هنا، وهضيف البرومبت اللي انا اخدته هنا كده، وهختار هنا المقاس بتاع الثامبنيلز او الصورة المصغرة، وهدوس على كلمة جنريت. طبعا هنا بيديني برضو كريدت مجانية، معايا هنا 10 كريدت مجانية، وبدخل كده انشأ الصور بكل سهولة، وبيديني حاجات مشابهة، وممكن ان انا اعدل واطور الصورة. طبعا زي ما انتم شايفين صورة مختلفة مش زيها بالظبط، يعني الصورة دي غير الصورة دي خالص، ولكن هي في نفس الفكرة او في نفس السياق اللي هو سياق الرعب، موضوع قصص الرعب. فبس ده كان يعني فكرة فيديو النهاردة. طبعا للمرة التانية انتوا تستاهلوا كل خير، انتوا تستاهلوا كل حاجة حلوة على كل الدعم اللي قدمتوهولي. فبشكركم جدا جدا. هكون سايب لكم كل الحاجات اللي تحتاجوها في جروب التليجرام الخاص بينا، جروب بيزنس وزمو. طبعا بكون سايب فيه البرومبت كمان اللي احنا استخدمناه، هتلاقيه موجود هنا في البوستات المثبتة، وكل شيء هتحتاجه هتلاقيه هنا. اتمنى ان انت تكون موجود معانا في الجروب. وكمان هكون سايب لكم لينك الانستجرام الخاص بيا، عشان لو حبيت تحجز اي استشارة خاصة، لو انت عندك اوريدي قناة على اليوتيوب ناجحة وبتدخلك فلوس، وحابب انك تطور من نفسك او تطور من قناتك، تقدر تحجز معايا استشارة، واكيد هتفيدك. فلحد هنا كده خلص الفيديو، فرب الفيديو يكون عجبكم، والسلام.